في قناتي بونا بيتيتو هنعمل هريسة الفلفل الصحية. هنجيب فلفل حار اخضر واحمر، وهنجيب فلفل رومي ونشيل منهم البذور زي ما احنا شايفين كده عشان تبقى صحية وكمان تقعد معانا فترة طويلة دون ان تفسد. هنبدأ بالفلفل الاخضر الاول ونشيل منه البذور ونغسله كويس ونحطه في الكبة. نبدأ بيه الاول عشان الكبة ما تتلونش باللون الاحمر وبعد كده تأثر على لونه. هنضيف له ملح وزيت وتوم، توم مهروس او توم صحيح زي ما تحبي. مش هنضيف ولا ليمون ولا خل عشان احنا هنستخدم الهريسة الخضرة دي في الاكلات اللي فيها طش التوم زي الملوخية والويكة، فطبعا الليمون والخل هيأثر على طعمها. بعد ما نهرسها نحطها كده في بطرمان او في علبة ونحط على وشها زيت ونغطيها ونحطها في الفريزر. بالنسبة بقى للفلفل الرومي برضو هنشيل منه البذور ونفتح الفلفلة كده عشان نتأكد ان كل البذور خرجت منها. وفي بعض الفلفلات هتلاقي فيها فلفلة صغيرة كده، طبعا مش هنرميها، هنستخدمها، احنا هنرمي البذور فقط. بعد كده نغسله كويس ونضيفه في الكبة ونهرسه هرس بقى مش ناعم عشان ما يخرش ميته، بتكون هرسة يعني متوسطة. هنضيف للفلفل الرومي ملح وسكر فقط، لان الهريسة الرومي دي بنستخدمها في تحمير الصلصات. يعني لو في شهور السنة كده بنلاقي الطماطم مش حمرة قوي فبنضيف منها عشان تحمر لون الصلصة. وممكن كمان لما بتكون القوطة غالية بنستخدم حبة طماطم قليلة ونضيف لها الفلفل الرومي ده. هناخد بقى جزء من الفلفل الرومي ونضيف له فلفل حار وتبقى هريسة متوسطة يعني في الطعم، مش حار جدا، حار متوسطة، ونضيف لها الخل والليمون والثوم والملح، وبنستخدمها في المخللات وممكن في حشوة السمك. بعد كده بنجيب هريسة الفلفل الحار ونعمل هريسة لوحديها كده بدون اي اضافات، برضو بنستخدمها وقت اللزوم. دلوقتي خلاص خلصنا الكمية كلها، واللي عليه قشرة الليمون ده هو اللي هنستخدمه في المخللات وحشوات السمك. طبعا الفلفل الاخضر احنا قلنا هنستخدمه في اي طشة للملوخية او الويكة، والفلفل الرومي في تحمير الصلصات، والفلفل الحار عند اللزوم.